الخروج من البيت والاستمتاع بأقل القليل ده نعمة من الله عز وجل. لازم الإنسان يواجه نفسه بصدق ويحب حياته ويحاول يخليها أجمل، ولا يتضجر ولا يحمل نفسه هموم كتير. أقل القليل ممكن تخلي بيه حياتك أجمل. ونبص دايما للنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا، ولا نقارن أنفسنا بالآخرين. إذا واحد عنده سيارة أكيد عنده مشاكل وعنده هموم، وربنا سبحانه وتعالى أبعدها عننا. يعني لقيت كلب نايم في السكة والعربيات والضجيج والناس رايحة وجاية، وهو ولا في باله. مين اللي اداله الراحة النفسية دي؟ سبحان الله. صباح الخير. الخروج من البيت والاستمتاع بأقل القليل ده نعمة من الله عز وجل. لازم الإنسان يواجه نفسه بصدق ويحب حياته ويحاول يخليها أجمل، ولا يتضجر ولا يحمل نفسه هموم كتير. أقل القليل ممكن تخلي بيه حياتك أجمل. ونبص دايما للنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا، ولا نقارن أنفسنا بالآخرين. إذا واحد عنده سيارة أكيد عنده مشاكل وعنده هموم، وربنا سبحانه وتعالى أبعدها عننا.